اللي هحكوا لكم دلوقتي ده انا شفت الفيديو بتاعه بنفسي. واحده من بتوع النجمه الزرقاء والله واقعه على الارض وعماله تصرخ وتبص للسماء وتقول ابعدوه عني ابعدوه عني ارجوكم انقذوني منه. ويمكن في كتير منكم شاف الفيديو ده. سبحان الله، كانت واقعه في الارض من ايه وبتبص في السماء وخايفه من ايه الله اعلم. ده بالنسبه للي بيحصل هناك معاهم هم. في الناحيه التانيه من اللي بيحصل مع اخواتنا في مستشفى من المستشفيات اللي كانوا فيها، كان فيها شاب. الشاب ده كان متصاب اصابات خطيره وكان على وشك الموت. فكان في راجل في المستشفى، الراجل ده وقف جنبه وبقى ينطق له الشهادة، فبيقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بيلقن الشهادة قبل ما يفارق الحياة. فالولد عم يتمتم ومش سامعه، فالراجل قرب من ودنه وقال له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالولد راح ناطق الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوفى. فجات أم الولد لقيت الراجل عم ميت، لقيت ابنها ميت، فقال لها ابشري ابنك مات شهيد ونطق الشهاده قبل ما يموت. فالام فضلت تبكي جامد. الشخص ده بيحاول يصبرها ويقول لها يعني ابشري واستبشري ده مات شهيد. فقالت له انا ما ببكيش عشان مات شهيد. قال لها امال بتبكي ليه؟ قالت له ابني كان اخرس ما كانش بيتكلم. سبحان من خلاه نطق الشهاده قبل ما يتوفى. وده الفرق بين اللي بيحصل مع اخواتنا هناك واللي بيحصل مع اعدائنا في الناحيه الثانيه. اللهم ايدهم بجند من جندك وكن معهم وانصرهم يا رب العالمين وأرعب عدوهم. اللهم آمين.